السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكركم كلكم داخل مصر وخارج مصر. شكرا ليكم ولذوقكم ولكلامكم الجميل على دماغي من فوق. شكرا ليكم. بصوا بقى يا حبايبي، النهاردة جايين بوصفة حلوة قوي، وهي أكلة شتوية جميلة كلنا بنعشقها، وهي البليلة. هنعمل البليلة بطريقة حلوة قوي، سهلة وبسيطة خالص. وكمان البليلة مش مكلفة. وكمان احنا في الشتاء بالذات بالليل كده في الجو لما بيكون ساقعة بنحب ناكل حاجة حلوة تدفينا، فما فيش اسهل من البليلة. نسمي بالله ونشوف عملنا البليلة بتاعتنا الجميلة دي ازاي. بصوا هنا يا حبايبي، انا معايا نص كيلو من قمح البليلة. جبته ونقيته وغسلته كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا انقعه. بحط ايه عليه؟ معلقتين اتنين بس من الرز. جبت معلقتين من الرز غسلتهم، ابتديت حطيتهم على قمح البليلة، وبسيبهم منقوعين ساعتين اتنين بالظبط. وبعد الساعتين بنرجع نشوف هنعمل فيهم ايه. بعد الساعتين يا بنات حطيت رتلين من المية في قلب الحلة، ابتديت اولع عليهم النار. اول ما البليلة بتاعتي تغلي بالشكل ده ببتدي ان انا اوطي عليها النار شوية بوسطنها، وابتدي اشيل اي رغاوي موجودة كده من فوق بشيلها، وبغطيها بس بسيبها قد ايه بالظبط نص ساعة. تكون البليلة بتاعتي بقت بالشكل دوت. الافادة بتاعت معلقتين الرز اللي انا حطيتهم دول بيغنوني عن النشا، ما بحطش نشا. البليلة بتاعتي بتتقل بمعلقتين الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، بجد حلوة قوي. هنا كده خلاص كانت البليلة بتاعتي استوت. ببتدي ان انا اطفي عليها، وبجيب اللبن. حطيت قد ايه لبن؟ كيلو من اللبن عن نص كيلو قمح، كيلو واحد من اللبن. حطيته بالشكل ده كده يا بنات على النار يغلي. وهنا السكر اختياري، انا حطيت كوباية من السكر. احنا بنحب الحاجة مسكرة شوية. هنا انت ممكن تقللي او تكتري دي، يعني السكر حسب الرغبة. وبحطيت معايا رشة من الفانيليا، بس محطتش اكتر من كده. ابتديت يا بنات اللبن بتاعي غلي، ونزلت على طول بالنص كيلو البليلة اللي معايا بالشكل ده، حطيتها على طول على اللبن. ما تخافيش اللبن يعني البليلة مش هتشربه ولا اي حاجة، هي خلاص كده كده مستوية فمش محتاجة اي حاجة تاني. هنا معايا قشطة اللي هي وش اللبن، اللي انا ببقى يعني باخدها من على وش اللبن، موجودة عندي في البيت. باخد معلقتين من القشطة وبحطهم بالشكل ده. بضيف عليها ايه تاني يا بنات؟ ما بضيفش اي حاجة بالشكل ده كده. وقدمناها زي ما هي كده بليلة الاصلية. انتي بقى عايزة تضيفي اي حاجة من عندك براحتك. انتي عندك مكسرات ضيفي، عندك شعرية اسفة، عندك كنافة متحمرة ضيفي لو عايزة، عندك قشطة حطي، عايزة تضيفي عسل ابيض، عندك حلويات حتى ان شاء الله بسبوسة وكنافة عايزة تحطي كده من على الوش. البليلة اي حاجة بتحطيها مكسرات او حلوة عادي حطي. بس احنا هنا كلناها كده، يعني حبينا نعملها بليلة بس. هي كانت طعمها تحفة قوي يا بنات، مش محتاجة اي حاجة تاني معاها. هنا لو انت عايزة تضيفي اي حاجة ضيفي، عايزة تعمليها كده يعني بليلة على ابوها كده زي ما هي، هي كده زي العسل، مش محتاجة اي حاجة تاني. هنا بقى يا حبايب قلبي اتمنى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد انا بعمله. واقول لكم اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.